وانهم يلعبوا بهذا المستوى السيء اللي اليوم قدموه؟ عماد، انت اليوم لما تلعب طريقه المباراه اول ما جيت لعبت 4-4-2، بعدها غيرت طريقه 4-2-3-1، اليوم لعب 3-5-1-1. اسمح لي انا اليوم كلاعب، انا كلاعب اكون متشتت. يجب ان هناك تكون طريقه واضحه، يجب اني انا كلاعب اليوم اعرف شنو واجبي في ارضيه الملعب. انت لاحظ حتى تغييراته تحس انه فيها عشوائيه. مع احترامي حق المدرب، انا يمكن اختلف مع المدرب. سؤالك عماد يقصد رده الفعل من قبل لاعبين نادي الريان، لان لم تكن هناك رده فعل. حتى انا اتفق انا اعرف عماد ايش يقصد انه وين دور اللاعبين؟ وين دور اللاعبين؟ شنو دور اللاعبين؟ عبد الله، انا اليوم لما اشاهد الريان بهذا الوضع بهذا السوء، انت تكلمت من ساعه قلت نقطه، خسر امام الشحانيه. صح. السؤال ليش خسرت امام الشحانيه مع ان انت عناصرك افضل؟ كعناصر افضل، بس كفكر مدرب الشحانيه فكره افضل منك. عرف ياخذ المباراه والنتيجه 3-0. هو ذكر بان بسبب الارهاق خسر. ما له علاقه ارهاق، هذه ما له علاقه. انت لحد الان ما وصلت، انت لحد الان ما لعبت مباريات كثيره، لحد الان انت بتلعب في دوري اترك المساحه لعماد فقط. انا اتكلم عن سوء مستوى اللاعبين في مباراه اليوم، انا ما اتكلم عن طريقه اللعب اليوم. طيب. انا كمدرب بولنت اليوم انا بهيئ الفريق، ولكن هل هذا هو مستوى دام تراوري؟ هل هذا مستوى احمد عبد المقصود؟ هل هذا مستوى لوكا اليوم اللي نشاهده كنا في الدوري اليوم ما لعب في مركزه يا عماد. ما شفنا لوكا وين لعب؟ ما لعب اليوم. لعب على اليسار. لعب على اليسار. كشنو جناح ولا ظهير؟ لعب جناح كظهير. كظهير لعب على اليسار. طيب ولكن انا اتكلم وين رده فعل اللاعبين في ارضيه الملعب؟ طيب اذا انا جناح طول عمري اجي العب ظهير في اهم مباراه اكيد ما راح اقدم. لا لحظه بس، هل انا عندي فقط اللاعبين فقط في نادي الريان؟ عماد ما قاطعك، على بدايه لوكا ترى لعب كمهاجم اول بدايه، وبعدها لعب كجناح يمين، واليوم شاهدناه ظهير يسار. يعني في صعوبه ترى عماد، ساعات احيانا انت كلاعب وسعد لاعب، احيانا ترى طريقه المدرب ما تخدمك. انا اليوم مثل ما قالك عبد الله، ترى الريان عندي عناصر، عندي عناصر بالنسبه للريان. الاخطاء يعني الجوهريه اللي حصلت اليوم، اول لعب 3 مدافعين، وهذه صعبه، مو كل فريق تلعب امام 3 مدافعين. فريق اذا كانت عنده القدره الهجوميه والمهاره من صعب انك تتعامل معه، الى جانب توظيف اللاعبين في غير مراكزهم، هذا ياثر على ادائهم في الملعب. لذلك اليوم بولد يمكن توظيف اللاعبين في غير اماكنهم، الى جانب طريقه اللعب، انك انت ما تلعب مع فريق الاتحاد امام فريق اخر. ممكن هذا الفريق عنده قدره هجوميه، يجب ان يكون عندك 4 في خط الدفاع، 3 ارتكاز، 2 مهاجم تعتمد مع الكرات بحيث تحفظ انت منطقتك بشكل جيد. مو كل مره تفتح انت الفريق. شاهدنا طبعا شلون الفريق بالشوط الاول يوله هدفين بنص دقيقه، والشوط الثاني شوف فتح خط الدفاع. يجب انك تغير الاسلوب والتكتيك، واللاعبين اللي عندك لاعبين كبار عندهم قدره. ملف مباراه نادي الريان، تتوقع خبر اقاله مدرب بهذه الطريقه؟ انا اتوقع. عماد اتفق مع ابو محمد. مبارك، انت الظاهر بتوقع عندك البديل بعد، تعرف من؟ لا والله لا، بس انا اذا اداره الريان يعني في الفكر انها تغير مدرب، افضل حل واسرع اعتقد المدرب المواطن. يمكن حفظ الفريق وعارف، انا متاكد اي مدرب اليوم مواطن يمسك الريان يكون شكل الريان مغاير عن اللي احنا شفناه. نعم اذا عند مدرب الفريق. نعم. مدرب الفريق مو بقادر شلون يوظف اللاعبين بشكل صحيح. طيب كابتن سعد الحوطي، الان بولنت درب 3 انديه في الدوري القطري. نعم. لا يوجد نجاح يذكر سواء لمصلال سواء للغرافه، والان مع نادي الريان القطري. هل نادي الريان فقط لم يجد اي مدرب ليضع بولنت في الريان؟ لا شوف اخوي عبد الله، انا اعتقد يعني الريان بحاجه الى مدرب عنده قدرات افضل من بولنت. اعتقد شاهدوه مع تدريب الفرق الاخرى، يمكن تكون له بصمه في بعض انه يحقق بعض المراكز، لكن انت طموحك. الريان فريق كبير، جماهيره كبيره، تاريخه كبير، يعني بحاجه، وخاصه لما يكون واصل على مستوى نقول الابطال اسيا، يجب انه يكون اختياره للاعبين مختلف. طريقه اللعب، التكتيك، الاداء. اليوم فريق الريان تائه في الملعب، اخطاء كثيره. كمدرب يجب ان يكون اكو رده فعل تكون عنده، يعني خاصه بعد دخول الهدف الثاني، يكون المدرب عنده هناك طريقه اخرى في الملعب، طريقه دفاعيه، انك تحكم خط الدفاع، ما تفتح خط الدفاع. اذا شاهدت فريقك ضعيف، انك انت تلعب 3 على الاقل امام المدافعين، تعتمد على الكرات المرتده السريعه.
انت فتحت الملعب بالنسبه لفريق قادر انه يتجاوزك وقادر انه يسجل هدف في اي لحظه. كان بامكانه تسجل الاهداف، لكن هو كمدرب يجب ان يكون عنده طريقه اخرى يتعامل فيها مع فريق الاتحاد بالشوط الثاني. ايضا خراج عبد الرحمن الكربي ربما اثار تساؤلك بعض الشيء كابتن مبارك مصطفى كاول تغيير كان النادي الريان. هو شوف عبد الرحمن يعتبر من اللاعبين جيدين ولاعب مميز يعني في ارضيه الملعب، بس انت اليوم وين لعبت عبد الرحمن؟ السؤال انا اليوم لو اطرحه على المدرب، ليش لعبت عبد الرحمن في جهه اليسار كوسط متقدم كوسط بشكل كبير؟ يعني بغض النظر يمكن دخول محترف وخروج محترف، لكن ما اثر على اداء الفريق اللي شاهدناه بداخل. لكن هناك نظريه يجب ان احنا الحين نتعلم منها، انه مو شرط انه يكون في جماهير. انا اعتقد بعد فوز منتخب قطر في كأس آسيا الأخيرة بدون جماهير بإمكانك تحقق الفوز إذا كانت عندك الرغبة، صح. إذا كانت الروح موجودة، إذا كان الأداء الفني راقي، إذا التعاون. لاحظنا الجماعية من جميع أفراد فريق الاتحاد، طريقة اللعب، التمرير، المساندة، الكثافة الهجومية، 1-2 يعني إيجادتهم لكرة القدم الحقيقية. نعم. اللي هي أنت شلون تستحوذ على الكرة وبنفس الوقت شلون تنتقل وتسدد وتسجل. شاهدناهم في الدفاع بشكل جيد، شاهدناهم بالهجوم. اليوم أنا باعتقادي كمدرب اللي هو بولند ما احترم الفريق اللي امامه. طيب اذا تكتيكيا بولند غائب عن نادي الريان تكتيكيا، اين هي الروح في اللاعبين كابتن؟ هذا الكلام يجب ان نقوله احنا. يعني في بعض الامور المدرب ساعات ما يعطيك انت التكتيك او المقومات اللي تساعدك، لكن انت كلاعب لما نتكلم عن لاعبين مهاريين، لكن خلينا نرجع نطالع خط الدفاع. للامانه اليوم انكشف خط دفاع فريق الريان بشكل كبير، لأن الأخطاء كثيرة، تحركات اللاعبين وانضباطهم ومراقبتهم وعدم تعاملهم مع لاعبين فريق الاتحاد السعودي بالكرات البينية والتحرك والتغطية كان قائبة بتاتا. خط وسط الملعب باعتقادي عدم قدرته على وقف لاعبين فريق السعودي من فهد المولد وغيره كانوا تايهين في الملعب، ما عدا لما تاتي الكره بالشوط الثاني يمكن عند خلفان بيحاولون انه يبنون هجمه. كابتن عماد يعني دعنا نقول بان الجمل التكتيكيه غايبه. خلصت يا اخي، ما خلصت كلامي. جايك الكلام كابتن سعد، جايك الكلام. تفضل. لا بس لا يكمل. كابتن عماد، عندما تغيب الجمل التكتيكيه ايضا ياتي دور القائد في الملعب الذي يحفز اللاعبين، الذي يحثهم على اللعب بروح. يعني راينا بعد الهدف الثالث الريان يلعب كل لاعب على الواقف. المشكلة عبد الله، المشكلة الريان كل الفريق كان سيء، كل اللاعبين كانوا سيئين. يعني اليوم لما تقارن بين لاعبين نادي الريان ولاعبين نادي الاتحاد، لاعبين نادي الاتحاد أكثر حيوية وأكثر حيوية في أرضية الملعب، في تحركاتهم، في رغبة في روح. لاعبين نادي الريان ما تحس انه في روح، يعني تشعر بانهم يودون معاقبة المدرب. يعني الواحد يستغرب من، يعني انت تتكلم عن فريق يحتل المركز الرابع في الدوري القطري، تقابل فريق يحتل المركز قبل الاخير. صح. انت اليوم لو ما فزت على نادي الاتحاد في اسوأ ظروفه ما راح تفوز انت كفريق. فهذا الشيء اللي قاعد نشاهده اليوم الشوط الثاني. الشباب اليوم على فكره نادي الاتحاد اليوم كسب شباب، هذا الروح اللي موجوده اليوم في الشباب. هذا عبد العزيز العرياني لعب له مستقبل وظهر بصوره مميزه اليوم في مباراه اليوم. عبد الرحمن الغامدي كلاعب مميز في مباراه اليوم. مبارك مصطفى، 3 خسائر متتاليه لبولند الان امام السد، ولكن يعني فقط عندما خسر امام الشحانيه ذكر بان الارهاق سبب الخساره، لذلك يعني ارحت بعض اللاعبين. اليوم ما هو عذره. شوف انت لما تخسر، يعني مع احترامي حتى حق فريق الشحانيه، فريق الشحانيه فريق جيد طبعا، بس انت تتكلم حق كعناصر اليوم عندك وفرق العناصر اللي عند الشحانيه تغلب عليك كمدرب. الطريقه الفنيه هو كان افضل منك، في ارضيه الملعب هو كان افضل منك. الدليل واضح جدا. دليل هذه مشكله مدرب. ما دام انه انا عندي بعض اللاعبين اللي يعملون بعض الفوارق، بعض الحلول، معناته ان هناك في خلل فني واضح. مهاجم عبد الرحمن الكربي يلعب كمحور لاعب شاب صغير. يعني هو فضل احمد عبد المقصود في المركز. احمد عبد المقصود وصل مرحله يجب ان هناك يكون في لاعب انشط. انت تحتاج اليوم لاعب نشيط في هذا المركز، لاعب يربط بين الهجوم وبين الدفاع، لاعب يعرف يقطع، يعرف يوصل كرة احنا نقول نظيفه حق المهاجمين. اليوم ترى في المهاجمين في وادي والدفاع في وادي. صح. بس انا اقول لك
انا متاكد ومتاكد و60 مليون مره متاكد لو مدرب غير بولند الريان يكون افضل شكله من هذا بناء على الاسماء والعناصر. انا اتكلم لك، انا من وجهه نظري لو مدرب اليوم، لو مدرب مواطن، حط لك مدرب مواطن على المجموعه اللي عندك، ان الريان يكون مستواه افضل من بس ابو محمد انا بسالك سؤال، اليوم بولند هو اللي تكلم مع اللاعبين وقال